لاعب يمتلك القدرة على التسديد بقوة. أسامة والكرة في المرمى، هدف أول للاتحاد في الدقيقة 19 بالفعل. أسامة المولد الذي لا يخيب أبدا ظن الجمهور، جمهور الاتحاد الكبير اللي هنا يتمايل ايضا مع فرحة هذا الهدف. هدف اول للاتحاد، أسامة المولد. التعديل كان من باولو جورج، وأسامة المولد يسدد بقوة الكرة على يسار حارس المرمى مصطفى العباد. الهدف الاول في المباراة في الدقيقة 19. هذه إعادة مرة أخرى، تسديدة قوية من أسامة تصطدم حتى يعني شوية حتى صدمت، لكنها هي قوية في المرمى، هي قوية في المرمى حتى وإن تغير اتجاهها. الاتحادية هي الركلة الركنية الرابعة للاتحاد خلال شوط المباراة الأول. ملعوبة عالية والكرة في المرمى، هدف. الكرة في المرمى، هدف عكسي. وجاءت الكرة العرضية من الركلة الركنية من باولو جورج وتصطدم في دفاع فريق نادي هجر اللي يغالط نفسه ويسجل في مرمى مصطفى العباد. هدف ثاني في الدقيقة 34 لصالح الاتحاد. هدف يهدئ أيضا من الدكة الاحتياطية، دكة البدلاء. باولو جورج يلعب الكرة عند القائم القريب. هذه عادة مرة أخرى وتأتي الكرة في رأس المدافع الذي حاول إبعادها ولكنه يسجلها في المرمى بنفسه. هدف ثاني. تمريرة سلطان صالح الصقري يحاول التسديد. الله يا صالح، الله يا صالح في الدقيقة 36. هدف من أجمل ما يسجل في دوري زين السعودي المحترفين، ويأتي من قدم لاعب خبير وكبير وظهير في الاتحاد. صالح الصقري يأتي بهدف جميل كما هو سجل هدفه الثاني في هذه المسابقة. أيضا كان له هدف جميل أيضا في إحدى المباريات في هذه المسابقة في هذا الموسم، وكانت افتتاحية لقاء الاتحاد أمام الفيصلي. وهنا يأتي صالح الصقري يحط كرة ولا أروع ولا أجمل مع تصوير للرياضية السعودية، ولا أروع ولا أجمل، وإعادات حلوة حلوة حلوة. يا سلام على هدف الاتحاد الثالث، هدف رائع وجميل ومتكتك، وحتى نقلة الكرة على فكرة. والجمهور يقول يا زايد، يعني برضه يبغى زايد يتقدم، لكن نور هدف رابع للاتحاد، هدف رابع على يسار مصطفى العباد في الدقيقة 40. في الدقيقة 40 القائد محمد نور في مباراة العودة، في مباراة تأكيد العودة وتأكيد البقاء بالنسبة لمحمد نور في الكتيبة الاتحادية، يسجل هدف رابع للاتحاد في زمن شوط المباراة الأول. سيطرة كبيرة للاتحاد على هذه المباراة، على شوط أول حتى الآن، وعلى 40 دقيقة منه فقط. محمد نور، مصطفى الحلو، عبد اللطيف البيداري، طلال الزهراني، وحيدر العامر. تابع الهجمة الاتحادية باولو جورج، والدخول داخل منطقة الجزاء. باولو جورج والكرة في الهدف. هدف أول في الدقيقة، هدف أول شوط المباراة الثاني في الدقيقة الأولى من شوط المباراة الثاني. وباولو جورج كما هو سعيد ومبسوط في اللقطة الماضية، يسعد أيضا محمد الراشد الذي يأتي برقصة فرح. وهدف خامس للاتحاد. الاتحاد صاحب أكبر نتيجة في الدوري بفوزه على القادسية ب8 أهداف مقابل لا شيء، هو الآن في طريقه أيضا إلى نتيجة كبيرة. هذه كرة باولو جورج والمجهود الخارق، المجهود الكبير اللي أداه باولو جورج من الناحية اليمنى، وجاء بكرة عرضية تتخطى حارس المرمى مصطفى العباد، والكرة في المرمى. الهدف الأول لمحمد الراشد في المباراة. الآن مناف أبو شقير ونايف خزاز يستعدوا للدخول. كرة لويندل عرضية وتتخلص، ونور يسجل هدف في الدقيقة 16. هدف سادس للاتحاد في الدقيقة 16. كرة داخل منطقة الجزاء، مرت من ويندل، سددت وصدها حارس المرمى مصطفى العباد، لكن المتابعة الدفاعية غير موجودة. تصل لنور يضع قدمه فيها بقوة ويسجل في مرمى هجر. هدف سادس في الدقيقة 16، هدف ثاني له في المباراة. هذه عادة كرة ويندل العرضية، والتسديدة جاءت لأبو سمعان، سدد وعادت من مصطفى العباد. لا متابعة دفاعية لمحمد نور، ونور يسدد في المرمى قوية جدا، وهدف سادس للاتحاد. نور يسجل هدفه الثاني في هذه المباراة.
حتى تنتهي هذه المباراة وحتى المباراة القادسية. نور يمرر وفامية سابع للاتحاد، سابع للاتحاد. رضا تكر يتقدم في الوقت بدل الضائع من زمن شوط المباراة الثاني. يسجل رضا تكر المدافع الكبير الهدف السابع للاتحاد. قادسية متقدم بهدفين مقابل هدف واحد للاتحاد. هذه كرة نور الرائعة، هذه صناعة نور ورضا تكر على طول. رضا تكر على طول الكرة في المرمى.